يحمس فريق الهلال للانطلاق والتقدم وتحقيق الفوز. الفريقان الآن يدخلان أرضية الملعب أمام هذه الأمواج البشرية البيضاء والزرقاء في مدرجات استاد الملك فهد الدولي. صورة جميلة بالفعل، صورة تنقل هذه المباراة إلى مصاف يوازي المباريات العالمية جماهيريا وتنظيميا، ويهمنا أن تقترب في مستواها الفني أيضا. كابتن إسماعيل، يعني في هذه الأجواء المهيبة التي لا أدري إلى أين ستحفز اللاعبين أو سترعب بعض الصغار السن منهم، هل سيعتمد الأهلي على التنظيم الدفاعي واللعب على المساحات خلف دفاع الهلال استمدادا من خبرة كوزمان بالفريق السعودي؟ شوف، الجميل في الأهلي عدم المبالغة في الدفاع. يمكن فريق النادي الأهلي عامل توازن جميل في أرضية الملعب، مثل ما قلت لك انطلاقات اسماعيل الحمادي للأمام مع أحمد خليل، إيفرتون، ليما، بالإضافة إلى وجود ماجد حسن حبيب الفردان ك يعني متوسطي خط الوسط. أنا أعتقد أن اليوم المسؤولية على أحمد خليل وليما أكثر في أنهم يعني يساعدون زملائهم في الخلف ومن ثم الانطلاق للأمام. إذا قلنا اسماعيل الحمادي يمكن يعتبر واحد من الكي بلايرز بالنسبة لكوزمان. اسماعيل الحمادي، رودريغو ليما، والكابتن أحمد خليل باختيارات لفريق الهلال. هذا سلم الدوسري يحاول الهروب، يعطي الكرة يا سلام، وينو ليما، كرة عكسية، سلم الدوسري لهايلتون، تعدي الكرة، التصويب قوي جدا من هيكل. تنتقل الكرة لليمين، التوزيع، كرة خطورة في الكرة، وإلى البحث عن أحمد خليل واسماعيل الحمادي. شوف الكرة كالركنية، التصويب والركنية، الحمادي وماجد الحسن يبعدها. تأمين الدفاعي من الجحفري لخالد شراحيلي، يلعب بالنار خالد شراحيلي. جاني يعدي للسلام الدوسري، استلام للسلمان، سلمان يغير بنجاح في ثار الصنقور، وكرة هلالية مقصية ازدواجية. الأهلي وكل الأندية الإماراتية بعيدة الكرة لهايلتون. في هذه اللحظة يعلن الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو مشاهدينا الكرام على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 في استاد الملك فهد الدولي بالرياض بين الهلال